قبل ما نبدأ، في قاعدة رئيسية في حياتك لازم تفهمها. العقل مش بيشتغل بالإجبار، العقل بيتبرمج بالعادة والإشارات اللي بتبنيها في يومك. في ناس بتذاكر 10 ساعات بس ما بتجيبش درجات كويس، ناس بتذاكر 3 ساعات بس وتجيب الدرجات النهائية أو تنجح. الفرق مش في الوقت يا صديقي خالص، الفرق في طريقة مذاكرتهم، تنظيم عقلهم وقتهم كويس. النهاردة بقى هنتعلم طريقة نفسية بيستخدمها أي حد متفوق، وهقولك بس الأهم خليك معايا لحد الآخر، لأن آخر خطوة هي المفتاح اللي بيفعل كل ده. قبل أي حاجة انزل دلوقتي عشان ما تنساش لايك وفعل زر الجرس، اشترك في القناة لو مش مشترك، وأهم حاجة تعمل شير للفيديو عشان في ناس أكيد محتاجاه. اديني ودنك بقى وركز معايا. أول خطوة معانا هنا تفعيل دايرة الدوبامين في المذاكرة. العقل مش بيحمسك، انت اللي لازم تتحرك الأول، والمخ بعد كده هيبعت لك الحماس بعدها. طيب ازاي؟ سؤال حلو منك. قبل ما تبدأ اعمل أقصر بداية ممكنة، زي انك تحل سؤال واحد او تقرأ صفحة واحدة او تشوف فيديو على الأقل 3 دقايق. والتانية بقى قاعدة التخصيص، وهي ربط السلوك بوقت ومكان محدد. العقل يا صاحبي بيكره الغموض والفوضى. لما تقول هذاكر بالليل العقل بيعتبرها مهمة مش مهمة، لكن لما تقول هذاكر بالليل من الساعة 7 للساعة 9 على المكتب، هنا بيعملها كحقيقة. طيب ازاي بقى يا عم اياد؟ اقول لك انا ازاي. اول حاجة تحدد مكان المذاكرة، 2 تحدد وقت للبدء، 3 تحدد المادة اللي هتذاكرها، 4 تحدد الأهداف بتاعة المادة، يعني أنهي فصل أو أنهي درس أو أسئلة هتحلها. بص، ممكن تقول أنا هذاكر من الساعة 6:30 ل7:30 في المكان كذا، المادة وليكن كيمياء، وهحل 15 سؤال. تالتة القطع بدل الجري، بقسم المعلومات لأجزاء صغيرة عشان أعرف ما أضغطش أو أعرف أراجعها وأجيبها بعد كده، وما أعملش تهديد للعقل، لأن أي حاجة كبيرة أو أي حاجة فيها مجهود كبير العقل بيعتبرها تهديد. وأقسمها لأجزاء صغيرة مترابطة بدل ما أذاكرها كلها كتلة واحدة، وفي الآخر لو ذاكرتها كتلة واحدة مش هفهم أي حاجة. طيب إزاي؟ حلو السؤال ده، أنت كده بدأت تفهم وبدأت تشغل دماغك. أقول لك أنا بقى إزاي. 1 كل درس أو أي درس هتذاكره لازم يبقى ليه 3 أفكار رئيسية فقط. 2 كل فكرة عليها مثال تطبيقي. 3 بعد كل درس لازم سؤال تقييم ذات. لازم تسأل نفسك أنا لو شرحت الدرس ده لواحد صاحبي أنا هشرحه إزاي. دي تقنية ناس زي أينشتاين كانوا بيستخدموها عشان يثبتوا الفهم والمعلومات في دماغهم. الرابعة بقى استدعاء المذاكرة مش إعادة القراءة. في فرق. بص، المخ بيتعلم لما بيسترجع مش لما تقرأ. طب هتطبق ازاي؟ مش سألتني؟ اجاوبك انا بقى. بعد كل جزء اقفل الكتاب واكتب اللي انت فاكره بس، وعليه هتسأل نفسك 5 أسئلة، وتكتب ال5 أسئلة وتجاوبهم في ورقة. واللي انت مش فاكره هو ده اللي هتراجعه بس، تحدد اللي انت مش فاكره وتفتح عليه وتراجعه تاني. وهي دي أقوى وسيلة لتثبيت الفهم والمعلومة جوه. الخطوة ال5 طقس بداية. متستغربش، طقس بداية بيخلي المخ يفهم انه داخل على وضع التركيز والتعلم، زي الرياضة بالظبط كده يا صاحبي. انت لما بتيجي بتخش تمرين هينفع تتمرن من غير ما تسخن؟ بالظبط كده، لازم تسخن. هتعمل ايه؟ انا سمعتك بتسأل هتعمل ايه. ليه انت مستعجل دايما كده؟ اصبر بقى كده، اشرب اي حاجة كده عشان تفهم بقى المتسرع. بص، قبل المذاكرة اعمل لنفسك روتين صغير كده. 1 كوباية مية أو أي حاجة تشربها يعني، بس أهم حاجة تكون ثابتة معاك كل ما تيجي تذاكر. 2 لازم ترتب مكتبك، دي أهم من أي حاجة. بس مش في المذاكرة، أنت لازم ترتب أوضتك وترتب مكتبك دايما، ده طول حياتك مش في المذاكرة بس. ده هيفيدك وأنت هتعرف لوحدك هو فادك إزاي. 3 نفس نوع الأغنية الهادية بس من غير كلمات. ما تجيش بقى تشغل أغنية مشاعر تسافر وتهاجر وتقعد تفكر بقى في البيت وتسيب المذاكرة. صح معايا. 4 أول ما تقعد كده تاخد دقيقة
تتنفس فيها نفس عميق كده. كده انت بتدي الاشارات كلها لمخك انه يستعد ان هو يركز. في حاجة كويسة في علم النفس التطبيقي برضو، هي 25 ل5 دقايق. يعني تقعد مركز 25 دقيقة وتريح 5 دقايق. 5 دقايق ده تعمل فيهم اي حاجة بقى، تشرب شاي، تشرب اي حاجة، تخش الحمام، تفصل فيهم وتعمل راحة لعينيك ورقبتك. بص بقى، ركز معايا عشان هقولك كلمتين بجد ملهمش دعوة بأي حاجة. أنا مش عايزك تبقى حد بيقرأ كتير وخلاص، عايزك تبقى حد فاهم نفسه كويس وعارف بيشغل ويستغل مخه ازاي. صح، لو بدأت صغير هتكبر، لو استمريت هتسبق، ولو فهمت ان العلم سلوك قبل ما يكون مجهود هتبقى من المتفوقين. بس مش بالصدفة، لكن بمجهودك وعلمك الحقيقي. اللي انا بقوله لك ده طبقه على اي حاجة في حياتك عايز تنجح فيها وعايز تبقى فيها حاجة. لو جاهز تبدأ الرحلة انزل دلوقتي اكتب لي تحت هبدأ النهاردة، وحط اول هدف ليومك في اول التعليق. وما تنساش تشترك لو ما اشتركتش، بقولها لك تاني عشان عارف ان انت بتنسى كتير. متنساش تشترك لو ما اشتركتش وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. وما تنساش طبعا فضلا يعني انك تشير الفيديو عشان اكيد في ناس كتير غيرك محتاجين يسمعوا ويفهموا اللي انت فهمته. مع السلامة.